من خلال إجابتك أريد أن أفهم ما المخرجات التي تطمح إليها الرياض، أن يكون هذا المؤتمر حاسم لإيجاد حل يمني حقيقي وحدوي؟ بالتأكيد أخي العزيز، أنت الآن لما تشوف حل 15 حزب وقيادة حلا طوعيا والانضواء تحت مظلة المملكة العربية السعودية، بالتأكيد الشعب اليمني بقياداته بشعوبه بقبائله أدرك أنه الحاضنة الحقيقية والحاضنة اللي تمثل عدم الانحياز والتمييز ما بين الشعب اليمني هي المملكة العربية السعودية. أنا متفائل. أنا تابعت تصريحات السفير الجابر وتابعت تحركات سمو الأمير خالد بن سلمان وتابعت تداعيات الحدث اليمني. أنا أقول الحدث اليمني هو حدث مسيطر عليه. يعني اليوم لما تروح على جوشن انسايدر الموقع الرسمي في زيارة الأمير فيصل بن فرحان أيضا كانت إشارات إيجابية. نعم. يعني الحديث اللي تحدث به الأمير فيصل يقول نص الحديث حتى نقطع الطريق على الآخرين، يقول الخلاف السعودي الإماراتي هو خلاف تكتيكي وهو ليس خلاف ايديولوجي او خلاف ممكن يرتقي الى مسمى الخلاف، هو اختلاف في تكتيكات الحدث اليمني. وهذه مؤشرات انا متاكد انه هذه القيادات تملك من الوعي والرشد والادراك على انه تسيطر على هذا الحدث اللي موجود. جيد. واعتقد انه هنالك تضخيم من جوانب معينه اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الثوره الايرانيه. هذه نقطه مهمه طيب. جدا. اريد ان اسال بهذه النقطه، اسمح لي استاذ صعب، اعود لضيفي الدكتور